كلميني. انا عايزه بس اقول ان دوشه هي اهدى كاميرا في الموضوع كله، يعني اسمها دوشه وهي اهدى واحده الحقيقه. نورتونا. كلمينا. حضوري كزميله وكفنانه مصريه لازم اشجع زملاء، ولازم اشجع الصناعه الحلوه والشغل والمجهود الفظيع اللي اتبذل رمضان اللي فات، سواء من جهه انتاج، سواء من دي او بي، سواء من مخرجين، سواء من ممثلين، وخصوصا طارق لطفي اللي انا شايفه الفرصه جات له متاخره قوي، لان هو غول تمثيل من يومه، بس يوم ما جات له الفرصه اثبت وجوده بجد. مين غير طارق لطفي؟ لا طبعا ناس كتير، بس بقول طارق لطفي عشان اول مره كان ياخد بطوله لوحده. طبعا مبروك لنيلي لثالث سنه على التوالي. حاره اليهود بالنسبه لي ريهام عبد الغفور وهلا صدقي عملوا ادوار جديده عليهم. لا كان في تميز في كذا حاجه. الكابوس طريقي شيرين عملت اكتر ما هو مطلوب منها كمطربه. امتى هترجعي السينما؟ لا ارجع الدراما الاول وبعد كده نشوف السينما ايه اخبارها، بس ان شاء الله رمضان اللي جاي فيه كام حاجه ربنا يسهل. عملت اغنيه ليوسف وسالم وساري. هي اصلا الاغنيه كانت ليوسف الحقيقه. الاغنيه جات لك ازاي؟ انا كل سنه كان ليوسف بعمل له عيد ميلاده وكنت بعمل له اغنيه قبل ما يجوا اخواته لما كان وحيد وكده، فقررت ان السنه دي كانت التوأم تموا 2 ويوسف تم 7، فان انا اعمل لهم اغنيه بصورهم وانزلها شاركها مع. انت اللي كتبتيها؟ لا 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 لا، التوزيع الحان وتوزيع غاندي وكلمات احمد حسن. لا اوريدي شاعر وبتاع، مش انا اللي كاتباها يعني، بس ونزلت في البوم ونزلتها على اليوتيوب بصور الولاد. شايفه السينما ازاي دلوقتي؟ شايفه السينما انها مقفول عليها شويه، بس المفروض ان اتس تايم ان احنا نفتحها. يعني احنا بالنسبه للدول العربيه حجما زي امريكا بالنسبه ليوروب. امريكا فيها 100 حاجه و80 فيلم بينزل سنويا، فيها حاجه و60 شركه انتاج، فتقريبا اتس تايم بقى ان احنا يبقى عندنا كذا حد، الموضوع ما يبقاش مقفول قوي. ايه رايك في عوده المسرح؟ مبسوطه ومبهوره جدا. تحبي تشارك؟ اكيد احب اشارك لو النص حلو، وبالذات لو النص استعراضي، بس لو النص درامي بحت لا. بشكرك جدا يا حبيبتي.